يا نصيبتي، هتتجوز عليا يا نعمان؟ لازم يا سعدي. وايه اللي لازمه؟ أنا حلفان لو جبت البنت التالتة لكون متجوز. حلفان؟ طب يا اخويا ما تصوم 3 ايام ولا تطلع كفار. اسمعي بقى يا سعدي، استهدي بالله كده وافهميني، أنا لا هطلع كفارة ولا أني ناوي أصوم. وبعدين بصراحة كده أنا محتاج عيل يسندني. لا ان شاء الله، لا هو انت ضامن اللي هتتجوزها هتجيب لك العيل؟ ضامن ربنا، وأنا ما بعملش حاجة تغضبه. أنا جاي أقول لك عشان تعملي حسابك، أني هتجوز ليلة الجمعة الجاية. يا مصيبتك، يا مصيبتك يا سعدي، يا فضحتك، يا فضحتك وسط نسوان البلد يا سعدي. وفعلا في الميعاد اللي قال عليه كان عامل ليله الدخله، وجاب جدتك عقيله من الدار للنار. عملوا لها ايه؟ على حسب ما حكت لي جدتك عقيله، شربوها المر. حتى ليله دخلتها عملوا فيها مقلب ما نسيتوش طول عمرها. نورت دارك يا عقيلة. استريحي استريحي عم اشوف عملوا لنا ايه ناكله. سلامتك يا عقيلة، ايه اللي حصل؟ مش عارف. نورت دارك يا عقيلة. هي بسلامتها مش هتهز طولها وتيجي تساعد ولا لسه على ايدها نقش الحني؟ بنتي يا نجاة، اطلعي اندهيلها قولي لها ستي وجيده عايزاكي تنزلي. يلا يا حلو يلا. ما هو مش هينفع كده يا ست، لازم من هنا ورايح تشارك بقينا زيها في شغل الدار. هي بسلامتها يعني من يوم ما جات ليني وهي حاسه راحه لوحدها فوق كده ليه؟ لسه متجوزه جديد ما خدتش على جونا. الله يرحم، كانت الواحده من تاني يوم جواز تقوم مزروعه في شغل الدار. ومن سمعك يا اختي فاكره يا ست من يوم الصباحيه وانا كتف بكتفكم. هي احسن ناس. اسم الله، اسم النبي حرسك وصاينك. تعالي يا حبيبتي، لو انت يا اختي رايحه الزفه. بس يا بنت انت وهي اكتمي. تعالي تعالي يا عقيل، تعالي اقعدي جاري هنا. ايه دي يا عقيل؟ اصل ايدي بتوجعني. سلامتك يا اختي بعد الشر، وده من ايه؟
لازما جربانين، اكيد فيهم جرب. وريني كده. بس يا بيت اكتمي، روحي كملي شغلك. حاضر. اقلعي الفردة التانية. ما هم حلوين اهم وزي الفل. شوفي بقى يا عقيلة، انت خلاص يا بنتي بقيتي واحدة من العيلة، واللي يسري على الكل يسري عليه. وزي سلايفك ما بيشتغلوا تشتغلي بالصبر. لك يوم طويل وخبيث وتنظيف الدار، والحاجة اللي تخصك انت لوحدك هي الغسيل. غسيل هدومك وهدوم جوزك وهدوم عيالك لما يبقى حداكي عيال ان شاء الله. فاهمي؟ فاهمة يا ناني ناني كأكناني في عيني. ناني ده ايه يا بت؟ قولي لها يا ستي. يلا قومي شوفي هتعملي ايه. يا اما تاخدي غربال تنسفي زيهم، يا اما تاخدي غله اللي اتنسفت تعبيها في الشوال. لا تعب يا ست، ما عندناش غرابيل تقضي. يلا قومي افتحي الشوال. مش كده يا حبيبتي، أنا هوريكي. خدي يا حبيبتي، ارفعي دراعاتك لفوق، ارفعي، حطي كده اهو تحت بطاطك، امسكي كويس قوي. يلا افردي بقى الزكيبي بايديك الاتنين، دخليهم هنا جوه. يا ما تقفي عادي، امسكي كويس. يلا يا حبيبتي افردي. يلا انت بتتقصعي ولا ايه؟ اقفي عادي. ايه مد ايديكي بقى كده اهو وكده اهو، فمها كده. ايوه خليكي بقى على كده. خدي يا حبيبتي. خدي يا رافض. مساء الخير يا عيلي. مساء النور. مالك قاعد كده ليه؟ أنا سمعت إنك نزلت النهارده اشتغلتي معاهم تحت. اه. طب يلا قومي، دول حضروا لنا العشاء. هو احنا هنتعشى تحت؟ ما خلاص بقى، أسبوع العسل خلص، لازم تتعودي على كده يا عقيلي. إحنا هنا غير حداكوا في المركز، الأكل والشرب وكل حاجة مع العيلة. بس أني أنت إيه؟ مالك؟ في إيه؟ مفيش. طب يلا طارق، يلا قومي. شوية شوية هتاخدي عليهم. أنا عارف إن رتيبة مرات أخويا لسانها فالت، بس هي قلبها طيب، صدقيني. هي رتيبة وبس. إيه؟ حد تاني زعلك؟ سعدة قالت كلمة كدي ولا كدي؟ لا. طب يلا يلا قومي، أنا مش عايز القمر بتاعي يكشر كده. يلا يلا. ما يلا يا نعمان، الاكل هيبرد. حاضر يلا. الله، هو اخويا مسعد لسه ما جاش من الغيط؟ لسه. أنا عندي رأي. قول يا أخوي. إيه رأيكم لو النسوان تقعد تاكل معاني؟ جرى ايه يا نعمان؟ ما انت كنت بعقلك، جرى لك ايه؟ أنا شفتهم بيعملوا كده في المركز. الكلام ده في المركز، لكن هنا لا. ياما
يما الغربال الجديد له شده، وغربال نعمان اخويا شدته جامده عليه قوي. الأولى يا بنت. خلاص الشرقه راحت. امي الله يرحمها طول عمرها كانت ناصحه، وشخصيتها قويه مش ضعيفه، لكن كانت عارفه لو دخلت معاهم في معركه دلوقتي هتخسرها، عشان كده استحملت واجلت المعركه لغايه بعد ما تخلف. ليه؟ العيله كلها كانت مفتحه عينيها عليها ومستنيين هتحمل من اصله ولا لا. لما اتاخرت في الحمل عينيهم كانت هتاكلها، وتعليقاتهم بقت مخليها مش عارفه تنام. الوحيده اللي كانت حاسه بيها جدتي وجيده. ما تقلقيش يا بنت، انت لسه صغيره وصحتك كويسه. قومي قومي لما الاقيكي من عينيهم. تلاقيني ايه بس يا نينا؟ ايوه يا بنت، النسوان كلهم عينيهم عليكي، والعين تفلق الحجر. قومي قومي عدي على النار 7 مرات. قومي. الأولى بسم الله. مش بس رقتها، دي خدتها المشايخ يشوفوا حد عامل لها عمل، وطلعتها على صهريج المية في البندر. ويوم ما اتأكدت من حملها الدنيا ما ساعتهاش من الفرح. دي نينا عقيلة؟ لا، نينا وجيدة. خير يا ستي، فيها ايه؟ باركوا العقيلة يا ولاد، عقيلة حامل. ايه يا اختي اسم الله، وماله؟ ما هي كلبة البرايعي حبلت هي رخرة. كلبة لما تلوشك يا لتيبة، يا ام لسان محتاج قصه. أني يا نعمان لساني محتاج قصه؟ معلوم. وتلاتة بالله العظيم ما تطول لسانك عليها تاني، لا تشوفي شغلك. قومي يا عيلك. تستاهلي قطع لسانك من لغلوكم. بقى ده كلام يا بيت؟ تشبهي سلفتك بالكلب؟ ما هي كمان فردة قلوحها عاملة لنا فيها ولا الأميرة فوزية. استنى يا اختي لما نشوف، مش يمكن تجيب بنتها يا رخرة. ما تزعليش منها، أني هرد على جوزها، ولو ما أدبهاش أني ليا صرف معاها. أنا مش عارفة عملت فيهم إيه؟ مش طايقاني ليه؟ مع إني بحاول أبقى كويسة معاه. غيرانين منك يا بنت. لا إيه يعني؟ على إيه؟ على شبابك وجمالك ونظافتك وحاجة كمان. إيه؟ أنت اللي هتجيبي الولد. طب لو يعني، طب لو ربنا ما أردش؟ هتقطعي ليه يا عقيلي؟ أنا حاسس كده إن ربنا هيكرمني وهنخزق عينيهم. أنا بقول يعني افرض، ما هي دي حاجة في علم ربنا. ونعم بالله. جدي طول الله يرحمه كان دايما يقول الست معون والراجل هو اللي عنده الصبيان أو البنات، وربنا سبحانه وتعالى بيقول يعطيكم الإناث والذكور بما شئتم. انت هتوعظي لي يا عقيلي؟ ما انا عارف الكلام ده كله. انت هتقطعي ليه انت رخري؟ شفتي بقى المأزق اللي اتحطت فيه؟ تفتكر دي عادات قبلية من أيام وقت البنات قبل الإسلام؟ ممكن، بس احنا في حالتنا بنقول ظروف اقتصادية. في الريف الأرض محتاجة ليه تزرعها. خلاص تعبت. يعني أسيبك تستريح؟ ليه ما تنامي معايا هنا في أوضتين؟ لا سوري، أصل لازم أجهز نفسي عشان بكرة الصبح إن شاء الله أنا عندي شغل كتير جدا. ياه، ده انت واخدة الحكاية جد أوي. وهو جد فعلا، ولا أنت زهقت وعايز ترجع؟ لا أبدا. طب يلا تصبح على خير. وانت من الآخر.
الو استاذ صبحي، صباح النور. لا ماهر لسه ما صحيش. في حاجه؟ في اخبار عن انكل؟ امال خير في ايه؟ طيب هصحيه واخليه يجي لك حالا. باي باي. ماهر ماهر، اصحى، الاستاذ صبحي عايزك ضروري. ايه خير؟ بابا ظهر ولا ايه؟ لا طب ليه بس يا ليلى؟ حرام عليك، انت مش عارفه انام الساعه كام؟ بيقول لي عايزك في موضوع مهم. طيب دلوقتي اكلمه. لا هو عايزك تروح له دلوقتي حالا. ما قالكيش عايزني في ايه؟ عايزك في موضوع مهم يا ماهر، يلا بقى انا اتاخرت. استني انت الواد عايز اخد بوسه. لا هتشوكه بدقك. تعالى يا حبيب البابي، تعالى بالراحه. هات بوسه البابي، تعالى. يلا ما تنامش تاني، ها؟ يلا باي. باي باي يا حبيبي. يا استاذ صبحي. لا انا خرجت، انا على المحور، 5 دقايق اكون عندك. خير، في حاجه؟ مصيبه يا باشمهندس. ايه خير؟ هو في ايه؟ لا مش خير ابدا، لازم نلاقي الدكتور باسرع ما يمكن والا هتبقى فيه كارثه. اهدى بس، اهدى، اقعد. كارثه ايه لا سمح الله؟ الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه. هو سر والدك مؤتمن عليه ومحدش في الدنيا يعرفه غير انا وهو بس. سر يا راجل؟ ما تتكلم. ما انا لازم اتكلم، مفيش قدامي حل غير كده. سامحني يا دكتور، والدك كان حاطط مبلغ كبير قوي في البورصه الدوليه. بورصه؟ هو مش كان بطل الحكايه دي؟ ايوه هو كان بطل يشتغل في العملات الاجنبيه، لكن من سنه بس دخل في تجاره الفضه. فضه؟ ايوه، وحقق فيها مكاسب عاليه قوي، وصلت ل1,000,000 دولار. اشترى بيهم كلهم في الوقت اللي كان فيه كل الناس بتبيع والسعر بينزل. طب ليه؟ يعني هو كان عنده يقين ان في ناس متعمده تضارب في البورصه عشان تنزل السعر ويشتروا هم، وبعد كده السعر هيطلع تاني. وما طلعش للاسف. السعر نزل من 40 دولار وصل ل5 دولار ولسه بينزل. يا نهار اسود، هو عارف كده؟ عارف. انا نبهته لخطوره الموقف وبالارقام. وعمل ايه؟ عمل ايه يا استاذ صبحي؟ زي ما شفت، عي ودخل المستشفى، وبعد ما طلع من المستشفى اختفى. يعني الازمه اللي جات له دي جات له بسبب خسائر الفضه؟ بيتهيألي. والخساره دي قد ايه؟ الخساره كبيره قوي يا باشمهندس. والحل؟ مفيش قدامنا غير اننا نبيع الجامعه. مستحيل. مفيش قدامنا حل غير كده لانقاذ ما يمكن انقاذه. خسائر البورصه تجاوزت ال10 مليون دولار، ودي كلها فلوس بنوك. شركه الالبان سحبت كل السيوله اللي كانت عندنا. البنوك بدات تتذمر. اهو ادي جواب من بنك وجواب من بنك تاني، عايزين نغطي حساباتنا اللي عندهم على المكشوف، بس هو فين عشان يبيع؟ مستحيل ابويا يبيع الجامعه بالذات. ما هو لو ما سويناش الديون دي البنوك هتحجز على كل حاجه وتبيعها بالمزاد العلني، وساعتها سعر كل حاجه هيبقى في الارض.
وبعدين إيه اللي ممكن نعمله؟ مفيش حد ممكن يعمل اي حاجه غيره هو، ابوك. الو، ممكن اكلم مسيو ريكار من فضلك؟ الو مسيو ريكار، ازيك؟ انا احمد العربي، ازاي صحتك؟ مسيو ريكار، انا بكلمك عشان عايز منك خدمه مهمه جدا بالنسبه لي، مساله حياه او موت. مسيو ريكار، انت عارف انا مين وامكانياتي ايه، وبعدين انا زبون قديم قوي عندكم، لازم يكون لي اعتبار. مسيو ريكار، انت معايا؟ مش معقول. ميرسي مسيو ريكار، انا كنت عارف انك انت مش هتخذلني. انا عايز اديلك نمره تكلمني عليها، هي دي بس النمره اللي تطلبني عليها. خد النمره. كل ده تليفون يا بابا؟ بتكلم مين ده؟ واحد صاحبي فرنساوي. واضح ان اثر المكالمه كويس قوي على حضرتك. جدا. بالمناسبه دي بقى انا عازمك على اكله مدهشه. ايه هي؟ فواكه بحر، لا تقولي لي كوليسترول ولا دياول. طب طمني الاول، احنا قاعدين ولا هنروح على مصر؟ قاعدين طبعا، قدامك شهر بحاله. اوعي تزهقي. المهم حضرتك ما تزهقش. انا مش هزهق. ياه، مكان جميل فعلا. ها، نطلب الاكل بقى؟ نطلب. يلا. بنتر. هاي يا عبيد. اهلا يا رنا. اهلا يا ماما. ازيك؟ خير؟ مفيش أي خبر عنهم، حتى سألت عليهم أهل عم صابر، يمكن يكون قال لهم هم راحوا فين. وبعدين يا ولاد؟ ما يعرفوش أي حاجة، دول كانوا قلقانين جدا. يا جماعه ريحوا نفسكم، البت ريم تلاقيها سيطرت على عقل بابا وخدته في رحله روشه. يمكن يكون سافر بره مصر. لو سافر بره مصر هياخد العربيه وعم صابر ليه؟ طب جايز يكون راح البلد. سالت هناك مفيش فايده، عمي صالح بيقول ما جاش. طب يمكن يكون عند عمتكم حسنى في بورسعيد. سالت يا ماما، سالت. واضح ان بابا مختفي في مكان ما نعرفش عنه حاجه. مش المهم في كده، المهم في الشغل اللي واقف. في ناس كلموني النهارده وعايزين يشتروا نصيبنا في الجامعه. لا يا ماهر، اوعى تعمل كده. دي الجامعه بالنسبه لباباك اهم حاجه في حياته. هو انا بايدي حاجه اعملها ماما؟ انا حتى لو حاولت ما اقدرش. مش من حق اي حد يتصرف في اي حاجه غير بابا. بس احنا لو ما غطيناش الديون اللي علينا كل الحاجات دي هيتحجز عليها وهتتباع بتراب فلوس المزاد. والديون دي كتير جدا، والبنوك بتطالب بيها. انا عامل زي واحد اعمى ماشي في زفه كبيره، الدنيا كلها بتطبل فوق دماغه وهو مش شايف اي حاجه. مصنع الألبان يا عمر عامل ايه؟ زي ما هو يا ماما، كنا عاملين خطه عشان نجدد المكن ونزود عربيات نقل اللبن، لكن طبعا مفيش فلوس نعمل ده. انتوا مش كنتوا كلمتوا الشركه في الدنمارك وعينت المكن؟ والشركه بعتت بتسالنا اتاخرتوا ليه، المكن جاهز. مفيش فلوس، السيوله كلها اندفعت للحاج بورعي عشان يطلع من المصنع. واذا كان مستعد يدفع الفلوس دي؟ هو مين ده؟ عمي برعي. يعني حماكي عايز يرجع الشركه تاني؟ ايوه، بس بشرط الاداره ترجع لعوني زي ما كانت. عشان يبوظ الدنيا اكتر ما هي بايظه. عمر خلي بالك، انت بتتكلم على جوزي وابو عيال. انا ما بطعنش فيه كزوج، بس كمدير معلش يا رانيا اسمحي لي، يعني ما ينفعش. بابا هو اللي مش طايقه ولا طايق ابوه. لا معلش يا رانيا، انتاجيه المصنع كانت بقت في الارض ومنتجاته كانت بترجع من السوق. تعال افرجك على المرتجع اللي في المخازن. على فكره يا عمر، كل البضاعه اللي رجعت دي لازم نعدمها وبمحاضر رسميه عشان نخلي مسؤوليتنا. ها؟ يعني ايه بقى؟ انتوا مش موافقين يرجع الفلوس اللي خدها وترجع الشركه زي ما كانت؟ هو المبلغ كام؟ 10 مليون جنيه. ايه رايك يا ماهر؟ لا انا مش موافق. طبعا، ما انت خايف ترجع تشتغل تحت ايد عوني تاني. انا ما كنتش بشتغل تحت ايد عوني، انا اتعينت موظف صغير في المصنع بتاعنا من قبل ما اتخرج. بدات من تحت خالص لغايه ما بقيت بمجهودي مساعد المدير. ورحت وقعت بين بابا وعوني لغايه ما بابا طرده من المصنع، مش كده؟ لا ما طردوش،
المصنع فعلا حالته كانت بقت سيئه جدا، وبابا لما تدخل عشان يصلح الاداره ويجدد المكن، لا استجاب عم برعي ولا عوني، والحاله زادت سوء. ساعتها عرض عليهم يا اما يشيلوا الجمل بما حملوا ويدونا نصيبنا، يا اما يسيبوا يخرج وهو اللي اختار. طب ما هو كان عرض عليه مبلغ 10 مليون جنيه، ده كلام؟ علينا وعليه يا حبيبتي. هو طمع في المبلغ خده ومشي. طب بقول ايه، بدل الدنيا ما هي واقفه كده، فكر يا ماهر، وهو ال10 مليون يمشوكوا. وحتى لو اقتنعت انا ماما بالكلام ده ما اقدرش، القرار ده في ايد بابا، مش المصنع باسمه. ايوه يا استاذ ماهر، حط بقى العقده في المنشار. انت ممكن تخلص كل حاجه، ولما يجي بابا تقدر تحطه قدام الامر الواقع. وتفتكري سعادتك بقى بابا ينفع معاه الاسلوب ده؟ انا عارفه ان كلكم بتكرهوني، كلكم ضدي انا وجوزي وولادي. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ هي دي الحقيقه يا ماما. معلش بقى، لما ابقى اطلع واجي اقعد جنب حضرتك ما تقوليش ريت اللي جرى مكان. يعني ايه؟ ما وافقوش. مين اللي ما وافقش بالظبط؟ كلهم، وبالذات عمر. سيبك من عمر، عمر ده طربوش، لا بيحل ولا بيربط زي دلته. المهم ماهر رأيه ايه؟ ماهر بيقول ان انت بوظت المصنع يا عمي، وفي بضاعه كتير رجعت، دول حتى هيعدموها. يعدموا مين يا ماما؟ البضاعه اللي رجعت. وانت صدقتيهم برضه يا لولو؟ ماهر قال كده لعمر قدامي. ده كلام بس. هيغيروا الورق اللي عليها ويحطوا تاريخ صلاحيه جديد وينزلوها السوق ويقلبوا فلوسها. بكره هفكرك. مش ممكن يا عمي، مش معقول اخواتي يعملوا كده. بطلي عبط. امك رايها ايه؟ اسمها مامتك. مامتك رايها ايه؟ ماما كانت موافقه على العرض، ما كانش عندها اي مانع، بس ماهر بقى قال مش ممكن اي حاجه تتم الا في وجود بابا. هو لسه مفيش اخبار عنه؟ لا. اكيد الراجل الكبير مرقد لحاجه. يا ترى مرتب ليه يا حمايه؟ بس يا ستي، ومرت شهور الحمل على امي زي ما يكون عمري بحاله. كل ما بيقرب ميعاد الولاده كل ما بتتعب اكتر، وكل ما العينين بتبقى عليها اكتر، وكل ما الاعصاب في بيت العيله بتتوتر اكتر واكتر. يعني ايه ما تطبخش يا ستي؟ ليه؟ اشمعنى هي؟ على ايديها نقش الحنه ولا كان على ايديها نقش الحنه؟ تعالي يا سعده وبطلي نقرزات. البت بكريه وحملها صعب. ومين كان حمله سهل يا ست؟ ما كنا بنشتغل لحد ميعاد الولاده، ولا في خيار وفقوس في البيت ده. على كل حال ده كلام جوزك يا سعدي، هو اللي قال انك تطبخي مكانها لحد ما تولد. اذا ما كانش عاجبك كلامه راجعيه. وانت يعني يا ستي يرضيكي الكلام ده؟ ده الظلم وحش يا ناس، الظلم وحش ولا حدش يرضيه كده. بقى واحده تنام في السرير متستته والتانيه ينقطم وسطها في شغل الدار. خلاص يا سعدي، خلاص يا اختي، خلاص ما تزعليش نفسك قوي كده. انا يا اختي اللي هطبخ. يعني صباح الخير يا نيني. صباح الخير يا حبيبتي. هاتي يا اختي الرز، ناوليني. بيقولوا يا نينا اما الحمل بيبقى صعب قوي كده بيبقى المولود ولد. هم بيقولوا يا عقيله. خلي لسانك ناقص حته، انت مش ناقصه قر. عاجبك كده؟ يوه زهقت يا نين، كل يوم والتاني مشاكل. يعني مش عارفه عملت لهم ايه لده كله. الغرض منهم لله بقى. سامع البت بتقول ايه يا رتيبه؟ حق ده صح؟ تقولها كده في وشي؟ ما تاخديش في بالك، خليك انت الكبيره برضك. هموت يا رتيبه يا اختي. صدقي بالله اني ما بشوف النوم ابدا. نار قايده في جتتي، وكل ميعاد ولادتها ما يقرب النار تزيد وتشعل يا اختي. يا اختي الواد بيرفص. ولا يهمك،
بكره تجيب بت وتتحط. يا اختي اسمع من بقك ربيني، هيبقى لك الحلاوه يا بت. حق ندرن علي لو جابت البيت لوزع شربات على الكل. يا عيني يا اختي، ده انت محروقه على الاخر. قومي يا بت، قومي قومي. اخياني هطلع شويه هنا على ما الرز يشرب ميته. أنا كمان هقوم أصلي الظهر. اوعي تسي عنه لحسن يشيت والرجالة يبهدلوكي. لا ما تخافيش، أنا هطلع وانزل على طول. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي عدس، هو كل يوم عدس عدس عدس. احمد ربنا يا نعمان، غيرنا مش لاقيين. احنا في ايام حرب الدنيا غاليه. تقولنا في على بطل. ما البصل واللفت قدامك اهو، خير ربنا كتير. عائلة هي اللي طبخ. ايه في الحالة دي تبقى عسل. بسم الله الرحمن الرحيم. شو قلت مين اللي طبخ النهارده يا امي؟ عائلة. ماله الاكل يا ولاد؟ ما هو حلو اهو، ده حتى غرقان سمنه. انت قصدك بتزلطي؟ ده رز ورمل ياما، مش رز وعدس. الرز ده ما تدقاش من اصله. ايه؟ انتوا حداكم بتطبخوا الرز من غير ما تنقوه يا عروسه؟ ما انت الحق عليك ياما، كان لازم تعليمي يا زتة ايه؟ شوفوا لنا شويه عسل وحته جبنه نتعشى بيهم. كانت كل بلا. طب هات المصحف وانا احطه على عينيا واحلف لك اني منقياه وغسلها ومخليها زي الفل. دي حتى سعده منقيها قبل. هي سعده يا نعمان. سعدي عملت ايه؟ الله اعلم بقى، بس فيه كومة رمل جنب الفرن. نعمان. ايه؟ أني عايزة أطلب منك طلب بس خايفة منه. قولي. عايزة أسكن لوحدي يا نعمان. أحب على إيدك ابعدني عن العالم دي إذا كنت بتعزني. فعلتنا صعب يا عائلي، صعب قوي. بس أنا ممكن أوافق في حالة واحدة بس. هي لو جبتي لي الولد. يا نصيبتي، هو بإيديا يا نعمان. أنا قلت أهو، جيبي لي ولد يصلب حيلي ويخليني أحط صباعي في عين التخين.
سامي تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اختار له اسم بقى، يا سميه محمد يا سميه أحمد. احمد نعمان العربي. فرحان يا نعمان؟ لا فرحان يا بنت، تاني فرحان قوي. وشرفت سعادتك. ايوه، ابويا كان فرحان ولا اللي فتح عكا. طب ونينا عقيلة؟ ننتك عقيله بقى ثبتت رجليها مع ابويا. طبعا، ما هي جابت الولد اللي نفسه فيه. لا فين الواد كده لما اشوف حكايته ايه بالظبط. طب استنى بس اما اكرعه. هكرعه يعني؟ ده انا هخلي مزاجه عنب. سامي وانت بتشيله يا ابو احمد. تعالى كده يا حاج احمد، بسم الله الرحمن الرحيم. اسند راسه بقى بايديك زي ما علمنا. ايوه اهو، ما تخافيش. ايه حكايتك بقى يا ولا؟ ها؟ نفسك في ايه يا ولا؟ نفسه يبقى له دار لوحده يا ابو احمد. الله، حلو قوي يا ابو احمد يا بنت، طلع من حنكك زي العسل. ما تتوهنيش في الكلام ورد عليا. ارد عليك في ايه بس يا عائلي؟ انت وعدتني. ايوه وعدتك، بس اللي انت طالباه ده صعب قوي يا بنت الناس. ده اصله عمره ما حصل قبل كده. ده غير بقى ان عيلتنا مش هتوافق. بيتهيألك في الاول بس. فكر فيها كده، بعد كام سنه دار العيله مش هتكفيني، واحنا عايزين نعمل عيله لوحدنا يا ابو احمد، ما حدش يطلع علينا. وبيت العيله هنسيب نصيبنا فيه؟ اهي سعده والبنات يتنهم فيه. الله، ده انت عايزه تبقي بطولك بقى. بعد الشر، وانت فين وولادنا؟ ليك عليا ملالك الدار عيال. هات الواد احمد اما نيمه بقى. تعالى يا حبيبي تعالى، اسم الله عليك اسم الله عليك. وافرضي وافقت، هو ابونا دار بالسهل كده؟ وبعدين هي فين الارض دي اللي هنبني عليها؟ أنا سألت واتقصت وعرفت إن في حتة أرض بتتباع في العزبة القبلية وفيه ناس بدوا يبنوا فيه. لا 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 لا، ده أنت واعية لكل حاجة هو يا بت، يخرب سوقك. وعرفت كمان إن القيراط فيها بيتباع ب10 جنيه، وإحنا قيراط يغرقني. أديكي قلتيه 10 جنيه، وفين بقى ال10 جنيه دي هنجيبهم منين؟ ولا تشغل بالك، امسك الكردان اللي أمي عطيهوني دي يجيب لك ال10 جنيه وأكتر. طب والمباني؟ ربك هيسهلي شوية شوية، كل حاجة هتمشي، بس ليا طلب عندك، ما تجيبش سيرة لحد لغاية ما تشتري الأرض وتكتب ورقتي ونبتدي نبني فيه. أيوة بس ما بسش ولا حاجة يا أبو أحمد، اتوكل على الله. بكرة من صباحية ربنا تروح على المركز تبيع الكردان، وخد بالك اوعى صاغي يسرقك في الميزان. يلا يا اخوي نام وريح جدتك، ده انت تعبان وشقيان طول النهار. نام يلا.